للدرجه دي يا برعي؟ يوصل بينا الحال اللي احنا نعمل سلسله كامله عشان نراجع فيها كل اخطائك؟ ومش اي اخطاء، ده انا افتح بروفايلك بالصدفه الاقيك كاتب فيها كل ده. برعي ده اجمد فريلانسر هتلاقيه، عميل يا شقيق. اختاره يا صاحبي وصدقني مش تندم. ده حموكش ربنا يبارك له، كان بيوجب معايا بس. وقت كنت أعاني من تأخر تسليم المشروعات من جميع الفريلانسرز، حتى وجدت برعي إنه الحل السحري للقيام بأعمالك جميعا. هو أنت تعمل إعلان لمرهم عظام يا برعي؟ والله يا باشا انا قلت له ما اتجوزش، بس هو بيحبني، القبول ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. أنت بتزور تقييمات يا برعي، بتخلي أصحابك يكتبوا لك تقييمات مزورة على الموقع. انا معاك ان هم مقفورين، بس هو ايه اللي حصل يعني؟ ما انا اشتغلت معاهم بالفعل. أنت بالفعل اشتغلت، أنت اشتغلت الموقع. أكاونت معاليك اللي تعبنا فيه من رمضان اللي فات مقفول يا برعي، عشان تبقى تخلي حموكشة ابن خالتك يوجب معاك بعد كده. مفيش فايدة فيك. خدوه يا ابني. انت ليه مش عاوزني انجح؟ انت ليه بتحاربني؟ ليه العالم كله بيحارب برع الغلبان، برع اللي ياما؟ للاسف مش بتيجي معاك. انت قاريني خلاص، انا هعتذر للموقع واقول لهم حموكشة مش هيعمل كده تاني.